الفلاحين بيغيروا التاني بمكاكي، ويغيروا مكاكي بتوب الدم، وبيزرعوك يا قط ويا السناكي، وبيزرعوك يا قمح سرية عمل، وبيدخلوك يا حرب فخ من حريقة، وبيزرعوك يا مصر شمس حقيقة. كان ممكن القصيدة ديت تبقى متأخرة في النشر وإنها توصل للناس فترة طويلة جدا لولا وجود العميد خيري في حياتي. في نهاية الحركة الطلابية بعد ما خرجنا من السجن الأول في 72 كنا خلصت الامتحانات ودخلت أدي الخدمة العسكرية. كان في مناقشات واسعة جدا إن أنا أروح فين، وخصوصا إنه قبل كده كان في عدد من السياسيين ما بيدخلهمش الجيش، وده تم يعني مع سيد حجاب ومع جمال غيطاني ومع المجموعة اللي اتقبض عليها في 66 وخرجوا في 67. يعني ما دخلوش يقضوا الخدمة العسكرية. لكن بالنسبة لي كان المفروض يعني الخدمة العسكرية كنوع من مش انه واجب وطني بالنسبة لي، انما بالنسبة ليهم كان ممكن تبقى يعني وسيلة للعقاب وكده. وعشان كده رحت المركبات والمشاة ورحت سواق، فاتبعت في وحدات لتعليم قيادة السيارات، وخدت أكثر من دورة سواء في العامرية أو في أماكن تانية يعني. فالمهم اتنقلت في وحدات كتيرة، وكان الأمن كان حريص إن في كل مكان يبقى فيه تقرير من ضباط أمن الوحدة وكده عن إن أنا علاقتي إزاي مع العساكر. اتنقلت كتير وكنت بتنقل. فلما دخلت وحدة الإمداد والتموين وداخل عسكري مؤهلات عليا سواق ولابس نظارة وبلبس بشكل معين يعني ضروري مكوي مثلا. فقائد الوحدة شافني قال لي أنت مكتوب في الورق إنك مؤهلات عليا. أيوة أنا فلان. فقال لي طب أنت عايز تبقى سواق؟ أنا في احتياج إلى أن حد يقوم بالأعمال الإدارية في الوحدة. فقمت فعلا بأعمال إدارية كثيرة في الوحدة، وابتدى بالتدريج العميد خيري اللي أنا للأسف مش عارف بقيت اسمه كمان، لأن احنا كنا بنقول سيادة العميد خيري وقائد الوحدة. فابتدى يتعامل معايا بشكل مختلف تماما، وهو كان بيكتب
بنفسه تقارير امن يعني اللي ما فيش حاجه. ونتيجة يعني علاقتي وانه اكتشف ان انا بنشر قصايد في الجرايد وليد وانشعر وكده كان وش مصر، فكان بيقول لي قدام كل الناس استاذ زين، ودي كانت مسألة غريبة شوية انه قائد الوحدة. وفي مرة قبل حرب اكتوبر بحوالي 8-9 شهور كان فيه أمر قيادة من رئيس الأركان الفريق سعد الشاذلي عن محو أمية الجنود اللي بيقضوا الخدمة العسكرية، وكانت الخدمة العسكرية فترة طويلة جدا في الفترات ديت. فهو قال لي تقدر تعمل ده؟ فقلت له اقدر، ونظمنا محو الأمية في الوحدة، وانا فخور جدا بالعمل ده. عايز اختصر شوية بدل ما نتكلم كتير يعني عنه، انما انا عايز اتكلم عنه هو انه حصلت الحرب، كان في مناقشات طويلة بيني وبين الضباط وكده، لانه كانوا عارفين ان انا بكلم واحنا في الوحده يعني احيانا بكلم صحفيين وبتناقش، ولما كنت باخد اجازات كنت بنشر قصايد وارجع افرجهم القصايد في الجرايد وكده، وكان في حالة سعاده شديده جدا. حصل 6 أكتوبر، فانا هموت، وكتبت قصيدة الحرب لسه في أول السكة يوم 7 أكتوبر 73، وقاعد يعني في برلي وبفرك. فهو شافني طبعا، كلنا ما حدش بيروح يعني، ما قائد ولا عساكر ولا حاجة، حدش كان بيروح، فكان موجود. فقال لي في ايه؟ فقلت له انا في قصيدة وعايز يعني اوصلها للجورنال، ما فيش وسيله يعني. قال لي تقدر تستخدم التليفون؟ تليفون الوحده؟ قال لي انا كنت حافظ رقم تليفون صديقي الصحفي الكبير حسين عبد الرازق، فاتصلت بحسين وقلت له في قصيده ممكن اعملها لك عشان تتنشر في الجمهوريه بكره؟ قال لي فقعدت في مكتب القائد وهو قاعد وانا بمليه قصيدة الحرب لسه في اول السكة. حسين كتب القصيدة حرف حرف ونشرت يوم 8 أكتوبر 73. تاني يوم القائد كان بيجيله الصحف، فهو يعني فرجني القصيدة في المنشورة، وكان فخور جدا كأنه هو اللي كاتب القصيدة. وفعلا أنا ممتن، لأن من غيره ما كانتش القصيدة ديت هتوصل لبره. واتنشرت كمان في مجلة المعركة بتاع نقابة الصحفيين، وعدلي فخري لحن القصيدة وغناها يوم 11 أكتوبر على مسرح المركز الثقافي السوفيتي في الوقت ده، في عرض اسمه في حب مصر مع الشاعر سمير عبد الباقي وعدد كبير من الأصدقاء الفنانين اللي منهم لسه موجودة معانا الصديقة وحياة الشيمي، كانت واحدة من الفريق. وبعدين حد لحنها، حد شافها وأراها للشيخ إمام، والشيخ إمام لحن بجزء. لكن نيجي اليوم 16 أكتوبر، وده يوم ما ننساهوش لأسباب كثيرة خاصة بيا شخصيا يعني. قبلها بكم يوم جه القائد وقال لي يوم 16 عندك أمسية. فضحكت جدا. قال لي بتضحك ليه؟
قلت له طب يعني حضرتك هروح ازاي؟ احنا في حرب وما فيش عسكري يقدر ينزل من الشوارع، البوليس الحرب هيقبض عليه. قال لا لا لا، انا هجيب لك تصريح من الشؤون المعنويه من القوات المسلحه للمشاركه، لانه مكتوب اسمك وفي امسيه عاملها الاتحاد الاشتراكي في مقر الاتحاد الاشتراكي، ودي المره الوحيده اللي انا دخلت فيها مبنى الاتحاد الاشتراكي. فهتبقى وانا وراني الخبر مكتوب فيه انه امسيه هيقرا فيها شاعرين عظام جدا، احمد عبد المعطي حجازي والشاعر العبقري صلاح عبد الصبور، وانا اسمي موجود معاهم في القائمه بسبب القصيده ديت يعني. ف وان المنظم الامسيه ديت اتنين، عبد التواب يوسف والاستاذه فريده النقاش. فهو فعلا جاب لي التصريح ونزل معايا ورقه مختومه وفيها اسمي، نازلين في مهمه فيها اسمي واسم السائق وخط سير السائق. كويس، السائق اللي جه وصلني واستنى عشان ياخدني ويرجع بيا الى الوحده. في الامسيه انا استقبلت من اسمي استقبلت استقبال عظيم جدا بسبب الزي العسكري اللي انا كنت لابسه يعني الحقيقه، وان انا جاي من وحده عسكريه. احنا لسه 16 اكتوبر والحرب يا دوبك باديه يوم 7. كان في الاف القاعه ديت في تحت كان مكان ممكن ياخد 2000 واحد، كان مليان تماما. واتفقنا الشعراء صلاح عبد الصبور واحمد عبد المعطي حجازي وانا ان احنا نسلم بعض. يعني ايه؟ يعني الاول هيبتدي صلاح عبد الصبور، فصلاح عبد الصبور هيخلص قصيده واحده ويقدمني وانا اقول قصيده واحده، واقدم احمد عبد المعطي حجازي يقول قصيده واحده ويقدم صلاح عبد الصبور، وهكذا. يبقى كمان يعني ايه، بعدنا عن تدخلات المنصه في وسطنا لحد ما نخلص الامسيه. فانا قلت يعني لما جيت دوري اقول قصيده كان في تصفيق تقريبا مع كل سطر لحد ما وصلت للسطر اللي او الشطره اللي بتقول اتفجري يا مصر، اتفجري بالحرب ينطلق النهار، اتفجري بالحرب ضد الجوع وضد القهر ضد التتار. لقيت صوت في طالع من الصف الاول بيصرخ مفيش جوع في مصر، وده كان صوت السيده جيهان السادات. ف وعلى طول اللي على المنصه كان متصدرها الاستاذ سيد مرعي، وكان امين عام الاتحاد الاشتراكي في الوقت ده، وهو طبعا له علاقه نسب بالسادات. هو خبط على المنصه، رد فعل الجمهور كان شيء يعني ولا في الاحلام ان انا اقول القصيده من 12 ل 13 مره 14 مره مش فاكر، انما كل ما بخلص القصيده يتقال لي تاني 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 لحد ما خلصت. طبعا السيده جيهان اول ما عدت القصيده خرجت، وخرج سيد مرعي ايضا، وخرج ناس موجودين في الصف الاول، لكن الناس فضلت تقول تاني 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 لحد ما خرجوا حافظين القصيده. ده جزء. رجعت الى الوحده ويعني منتشي طبعا جدا باللي حصل، وكتبت قصيده واستأذنت القائد. هو كان قاعد مستني يعرف الاخبار، وقمت له اللي حصل وان انا عايز استخدم التليفون مره تانية. قال لي اتفضل. فطلبت حسين عبد الرازق
صديقي العزيز وبقول له في قصيدة جديدة، قال لي مفيش قصايد. قلت له يعني ايه؟ قال لي لسه تعليمات الرئاسة واصلة، بتقول يمنع زين العابدين فؤاد من النشر طالما انا موجود على قيد الحياة. محمد انور السادات. وده تعليمات جاية من الرئاسة مش من اي جهة تانية، وبالتالي انا اتمنعت تماما من النشر. انما انا لسه موجود في الوحدة، وخلصت الحرب وبقى فيه نوع من الهدنة وفي توقف وقف اطلاق النار، لكن انا في وحدة يعني بتراعي معدة القوات. يعني احنا عندنا مخبز كبير جدا، وعندنا مجزر كويس، وعندنا حاجات كتيرة جدا. احنا بنخبز العيش وبنورد الاكل المعلب للقوات في الجبهة وكل حاجة. فعدد كبير جدا من الناس احنا قدرنا نعمل نحو أمية، بس مش مع كل الناس. ففي عدد كبير جدا ما بيقدرش يقرأ ويكتب. فأنا قلت للقائد ايه رأيك ان احنا كل يوم انا اقدر اخد اتوبيس ونروح الى المسرح القومي، كان بيعرض مسرحية، فقدرت اخد كل يوم اتوبيس فيه 30-40 واحد من الوحدة يروحوا يتفرجوا على المسرح لأول مرة في حياتهم. ده جزء. الجزء الثاني قلت له طب ايه رأي حضرتك لو احنا جبنا مسرحية هنا؟ انا بتكلم جد؟ قلت له بتكلم جد. انا اقدر اجيب فرقة المسرحية اللي بتعمل في حب مصر، اللي هي كلمات سمير عبد الباقي والحان عدلي فخري و تمثيل عدد كبير جدا جدا من الاصدقاء. ممكن نبقى نحط قائمه في اسماء باسماء النجوم حضروا العرض، وهي من اخراج الصديق العزيز دكتور سامي صنح. فقال لي قوي. فانا اخذت عربيه من الوحده، ونقيت انا المره دي بقى سائق ما بيعرفش يقرا ويكتب ونزلنا سوا، يعني عملت حاجه صغيره ان انا فهمته ان احنا رايحين مركز شباب الجزيره، هناخد منه الادوات المركبات اللي تتحط عشان نعمل بيها المسرح والاضاءه وادوات الاضاءه وادوات الميكروفون وكل الحاجات دي. فاخذناها من المركز الثقافي الروسي ورحنا واتعرضت المسرحيه. جم عملوا بروفا وعرضوا المسرحيه، وعميد خيري دعا عدد كبير من قادة الوحدات المختلفة ان هم ييجوا يشوفوا عرض مسرحي شعري في الوحدة العسكرية. وده طبعا كان شيء خارق للعادة يعني، لكن مع هذا النوع من القادة كان ده يبقى سلوك طبيعي. خلصنا العرض، استقبلهم في مكتبه وشكرني قدامهم وطلع ظرف فيه فلوس وعايز يدفع. فأنا قلت له شكرا، الجماعة مش هياخدوا ولا مني. قال لي ازاي؟ أنا ما يعني ده مش أجر ولا أي حاجة، أنا عايز أشجعهم. قلت له حضرتك عايز تشجعهم؟ قال لي آه. قلت له تشجعهم بطريقة واحدة. قال لي إيه؟ قلت له إن العرض ده يتعرض في وحدات تانية، فحضرتك كلم أصدقائك قائدات الوحدات ويا ريت يبقوا من نفس النوع، عساكر ما بتعرفش تقرا وتكتب وتشوف مسرح ويغنوا في المسرح. فهو وافق واتعرض العرض في وحدة تانية بدعمه وبرعايته. مش بس كده، خلاني
أعمل نادي سينما في الوحدة، وكنت بشترط فقط إنه يكون موجود لحمايتي من أي تدخل يعني. وأنا فاكر كويس قوي أول فيلم رحت خدته من الثقافة الجماهيرية اللي كانت موجودة، المبنى اللي موجود في شارع الجماء، إنه آخد فيلم لتوفيق صالح عن الكوليرا في مصر، واتعرض وكل اسبوع، وكنت بحكي عن الفيلم وبحكي عن المخرج وكده، وبعدين نشوف الفيلم ونتناقش فيه. كنت عامل نادي سينما في الوحدة. وقبل ما نختم عن هذا الرجل العظيم اللي في مرة أنا كنت بكلمه بشكل يعني غير لائق شوية عن أحد الضباط، وقال لي إنه أنت يعني أنت ممكن كده تعرض نفسك للحبس، فضحكت. فلما اتقبض عليا من الوحدة في 75 في يناير 75، لأن حصل مظاهرات في حلوان وأنا موجود في الوحدة بقالي فترات وما باخدش أجازة ولا أي حاجة، فجم امن الدوله ما عرفش انا موجود فين، انما طلبوا من المخابرات العسكريه انها تقبض عليا، فاتقبض عليا من الوحده. ولما خرجت ورجعت الوحده وشفته بعد حوالي 6 شهور رجعت من السجن، فقال لي عشان كده بقى ما كنتش خايف اما بقول لك انك ممكن تتعاقب بان احنا نحبسك يعني في الوحده يومين ولا 3. لكن ده قائد نموذج في عقليه الجيش المصري، العقليه اللي بتعرف قدرات الجندي وتستخدمها حتى آخر طلقة، سواء طلقة فنية أو طلقة حقيقية.